يبدأ الجزء الثاني من مسلسل لعبة الحبار. اللي كان سيونغ غادي يسافر لأمريكا باش يستمتع بالفلوس اللي ربحهم، ولكن بسبب داكشي اللي شاف في المحطة ديال الترام رجع في القرار ديالو. والراجل المسؤول في اللعبة عيط ليه وقال ليه انه غادي يندم على هذا القرار. من بعد سيونغ كيمشي لواحد الحمام وكيجبد واحد المشروط وكيخرج واحد الشريحة صغيرة من ورا ودنه. وكنشوفو جون الضابط اللي كان كيقلب على الأسرار ديال اللعبة، وكان ضربو خوه بقرطاسة في الجزء اللي فات، وكيكون عاتقو شي واحد وكيفيق في المستشفى. ومن بعد عامين من داكشي اللي وقع كيتلاقى هو القائد ديالو من بعد ما خرج من المستشفى، وكيكون انتقل للخدمة في المرور. كيقول لي أن مكاينش شي تصويرة من دوك اللي صيفط وقعت فيها شي حالة ديال القتل ولا شي حاجة غير قانونية. وزاد قال لي حتى المكان ديال الجزيرة ما عرفناهش، وكيقول لي أن الطفاية كيتعاملوا بالماء والشرطة كيتعاملوا بالأدلة. ومن بعد كنشوفو سيون اللي كيكون شاري فندق كامل وبارك فيه غير بوحدو، وفجأة شي واحد كيدق عليه وكان خايب. وكنشوفو كارطة ديال اللعبة كتطلع من تحت الباب. ملي كيفتح الباب كيلقى القائد، وكيكونوا هاد جوج عيوس ديال آخر وحدين كانوا معاه في اللعبة اللي كيكونوا صحابو. وسيون كيخاف وكيبقى يغوت من الخوف، وهادشي كامل كيكون سيون غير كيحلم. وسيون كيدفع بزاف ديال الفلوس لداك خونا اللي كان كيتسالى الفلوس في الجزء الأول باش يقلب ليه على داك خونا اللي كان كيصرفق في داك الدري في المحطة ديال القطار. داك خونا اللي كان كيدخل الناس اللعبة. كنعرفو أن جون الضابط حتى هو كان كيقلب في معظم الجزر المجاورة باش يلقى الجزيرة اللي كيتقاموا فيها الألعاب، وباقي مكمل وباقي ميوصل والو. من بعد بزاف ديال الأيام ديال البحث سيونغ وجون ما كيقدروا يوصلوا لوالو، حتى لواحد النهار كانوا واحد جوج رجالة من العصابة اللي خدامة مع سيونغ في المحطة ديال القطار. شافوا داك خونا اللي كان كيلعب ديك اللعبة وكيصرفو كيف ما عطاهم مواصفات سيونغ، وكيقولوا سيونغ داكشي كامل. وسيونغ كيبدا يتحرك عندهم. كنشوفوا هاد خونا اللي خدا البطاقة من عنده، وصاحبته جون حتى هي كتكون عندها بطاقة. كان في نفس الوقت داك الراجل في حديقة وكيخير مشردين بين خبزة وبطاقة ديال الحال، واغلبهم كياخد البطاقة ديال يناصيب. من بعد ما كلهم خسروا كيوقف وكيلوح الخبز في الارض. كيقول لي انهم خيرهم ولكن هما اختاروا باش يلوحوا الخبز، وبدا كيعفط على الخبز كامل قدام المشردين. وكان سيون كيسوق بسرعة باش يوصل، ولكن البوليس كيوقفوه وكان جون معاه كيصيفط داك خونا اللي معاه. وسيون خدا المخالفة بالسرعة ومشى. وملي جون شاف السمية ديالو عرفو، وكان داك الراجل متسرفيق وصل لهاد البلاصة وكيكونوا الرجالة باقين كيراقبو وتهوروا وقرروا باش يشدوه حتى يوصل عندهم سيون. ولكن خونا كيقدر انه يضربهم بجوج وبكل سهولة. كيوصل سيون لديك البلاصة وكيلقى الموت والدم ديال خوتنا. وفي نفس الوقت كان داك الراجل كيشوف فيهم من فوق المبنى. كان داك الراجل خاطفهم بجوج وحابسهم في واحد الدار وكيلعب معاهم حجر ورقة مقاس. واللي خسر كيحط عليه الفردي، وهاد الفردي كتكون فيه قرطاسة وحدة، يعني من كل 6 دقات كتخرج قرطاسة وحدة. من بعد بزاف ديال المحاولات مكيمود يحتى واحد وكيزيد القرطاس وكيخلي وحدة اللي خاوية. هادشي كيعني انه من 6 القرطاسات غادي يخرجوا 5 عامرين. بقاو خوتنا كيلعبوا وكيتعادلوا من بعضياتهم حتى لواحد الدار واحد منهم خسر. كيقتلو بحال حتى حاجة ما وقعش. من بعد شوية ديال البحث كيوصل جون البلاصة اللي كيكون سيونغ والعصابة اللي خدامة معاه كيديروا فيها الخطط ديالهم. وكيدخل وكيشوف داكشي كامل. وملي سيونغ كيرجع للفندق ديالو كيلقى داك قدامه وكان كيتسنى فيه، وكان سيونغ ما خايفش منه. كيطلب منه باش يوريه الرؤساء ديالو في البداية يوصل لهم شي رسالة ديال الشكر. ولكن خونا رفض وقال لي انه غادي يوصل لهم اي حاجه باغي يقولها ليه. وقال لي كيفاش انه وصل لهاد البلاصه اللي هو فيها دابا. قال لي انه بدا كحارس عادي في اللعبه، وكان كيحرق دوك اللي خسرو وما كيهتمش بيهم. واحد المره عطاو سلاح وقال لي اي واحد خسر قتلوه. بقى هكاك حتى واحد المره كان واحد الراجل خسر وخاصو يقتلو، والصدمه ان داك الراجل كان هو باه. وقال لي ما ترددش لحظه وقتلته، وطلب من كين باش يلعبوا واحد اللعبة كيحطوا في سلاح قرطاسة وحدة يضربوا النوبة وكل واحد يضرب قرطاسة. كيبداو اللعبة. ومن بعد 4 المحاولات كيبقاو 2 محاولات وما كيكون مات منهم حتى واحد. وكيكون الدور في سيون كيحاول خونا باش يقرا ليه الافكار ديالو، وكيقول لي انت دابا كتفكر انك تضرب 2 قرطاسات عليا وبهادشي غادي تقتلني، ولكن بهاد الطريقة ما غاديش يكون فرق بينك وبين المال اللعب. ولكن كين كيطلق على راسو وكتكون خاوية وكتكون باقي آخر مرة وهي اللي فيها القرطاسة. وكيدير كين بحالو كيقول لي أنا باقي آخر قرطاسة، وإلا وجه الفرد عليه غادي يورك مرة واحدة وغادي يقتلك وغادي يكون تما منه. ولكن في هادشي غادي يكون اعترف انه كلب عند اصحاب الله. ولكن داك خونا كيضرب راسو وكيموت. وكان في نفس الوقت ضابط جون حدا الفندق كيسمع الصوت ديال القرطاس وكيطلع يتحرك بسرعة وكيقلب على سيون. وكيبدا سيون كيقلب ليه في جيبو. كان قال ليه انه الا بغا يوصل الرؤساء ديالو غادي يقلب في جيبو. وجون كيقدر انه يوصل لداك خونا اللي مكانش قبل داك الراجل، وعرف الغرفة ديال سيونغ ووصل لعنده وتبتو حيد ليه السلاح. قال ليه انت متهم بالقتل ديال خونا. ولكن قبل ما يدير ليه المهمة كيجي داك خونا اللي من العصابة وكيضربو وكيفقد الوعي. وكيبقى خونا كينظف في البلاصة وكيفيق الضابط وكيبدا هادر مع سيون. كيفكروا انهم تلاقاو في اللعبة وهضر معاه وكان سولو على خوه.
مسيون كيسولو واش شاف الوجه ديال القائد، ولكن جان كينكر حيت هو خوه. كيسولو كيفاش غادي يوصل ليه، وكيوريه البطاقه وكيقول ليه غادي يمشي لهاد العنوان، وكيطلب منه جون باش يعاون حيت هو شاف داكشي اللي في الجزيره. كيقول ليه انا شفت شي حوايج انت ما شفتيهاش. المهم بعد شي محاولات كيقتنع سيون وكياخذهم معاه وكيوريهم واحد الغرفه عامره فلوس. قال لهم ان هاد الفلوس موسخه بالدم ديال كاع دوك الناس اللي ماتوا في اللعبه. قال لهم انه غادي يستخدم هاد الفلوس باش يوصل لكل واحد من ورا هاد اللعبه، ويدخلهم لواحد الغرفة عامرة أسلحة. وهاد الأسلحة كان كيجمع فيها شحال، وجون كان باغي يتأكد واش هاد الأسلحة خدامين ولا لا. كياخدو سين لواحد البلاصة حتى هي كان مجهزة، وكيجرب السلاح قدامه، وكيطلب من داك الراجل اللي كيكون معاه باش يجمع الرجال. وكيكون واضح أن سيون كيخطط لشي حاجة من ورا ما غادي يشد داك الراجل اللي كان كيسافر. في جهة أخرى كنشوفو هاد البنت اللي سميتها لو، وكانت هربانة من كوريا الشمال، ولكن اللي هربات خلات بنتها وراها، وكتحاول دابا باش تلقاها. وكطلب من واحد السمسار اللي كيهرب الناس من كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية يحاول يلقاها ويجيبها ليها. ولكن خونا قال لها ان الموضوع صعيب حيت هي مجرد درية صغيرة. من بعد كتمشي تنعس في الطوموبيل ديالها، ولكن فجأة كيجي واحد خونا وكيدق عليها وكيعطيها واحد البطاقة، وهاديك البطاقة كتكون نفسها ديال اللعبة. وفي النهار الآخر كتمشي تستقيل من الخدمة ديالها. ملي كانت نو خارجة من تما شافت واحد البنت كانت كتلعب معاها ملي كانت خدامة، وكتكون ديك البنت فاقدة الوعي وجاو الإسعاف باش يدوها. كطيح طربوش ديالها وكتاخدو نو وكتجدي ليها. وملي وصلت تما كتسمع الطبيب كنداوي مع باها وكيقول ليه انها مريضه بالسرطان، وباها ما كيكونش عنده الفلوس باش يخلص التكاليف ديال العمليه. وملي شافتها تفكرات بنته وكتودعها. وكيم كان كيخطط باش يدخل اللعبه، كيركب واحد الدرجه اصطناعيه وكيكون فيها شي GPS باش ملي يدخل اللعبه يحدد الموقع ديالو. كيكون سيون كيدرب في الرجال اللي معاه. كيكون خونا جاب ليه رجال اغلب ديالهم كانوا شاكين في الجيش ومدوزين الحرب. وقبل ما سيون يبدا في الخطه ديالو كيعيط على بنتو باش يسمعها لاخر مره. من بعد كنشوفو نو كتعيط لشي واحد وكتاكد الدخول ديالها اللعبه، وكيتحرك سيون وجون وداك خونا اللي كان معاهم. كيكونوا الاشخاص الاخرين كيراقبوهم من طوموبيل اخر وباستخدام الموقع. والقائد كيكون اختار نهار 31 في شهر اكتوبر حيت نهار العالمية، وفي هذا النهار كيكون كلشي لابس الأقنعة، وحتى واحد ما غادي يعرف الهوية ديال خونا موالي اللعبة اللي كيكونوا كيجيو وكياخدو المشاركين. كيبانو بحراس اللي خدامين مع موالي اللعبة، كيضربو داك خونا اللي مع سيون بالصاعق الكهربائي وكيدوخ، وواحد منهم كياخد سيون. كيبلغ جون الرجال اللي معاه باش يستعدو، وكيقول لهم ان سيون خرج من البلاصة. وكيركب سيون مع خونا في الطوموبيل، وكيكون كيهضر مع القائد وكيطلب من سيون باش يوقف اللعبة. القائد قال لي حنا غير اخترعنا اللعبة، الناس هما اللي كيدخلوا بالإرادة ديالهم، وقال لي كان أفضل خيار ليك هو أنك تستمتع بالفلوس وتسافر عند بنتك وتشهري. والقائد قال لي ان هاد الناس اللي ماتوا في اللعبة كانوا من الحثالة ديال المجتمع، وحنا هنينا المجتمع منهم. وواخا هكا كل نهار كيتزاد الاشكال ديالهم بزاف، وزاد علينا اللعبة مغاديش تنتهي الا العالم تبدل. في نفس الوقت كيكون كيم والرجال اللي معاهم متابعينهم ومراقبين الطوموبيل الغالية، كانوا كيتسناو فرصة باش يشدوهم، ولكن صحاب اللعبة كيكونوا عارفين انهم مراقبين. وكيكون شي قناص ولا شي سطاح كيضرب النواب ديال الطوموبيلات المتابعين. حتى الطوموبيل ديال جون طيروا ليها البنت. القائد قال لسيون أنه مستحيل يقنع الناس يوقفوا ما يلعبوش هاد اللعبة، وكيفهم سيون هادشي وكيطلب منه باش يخليه يشارك في اللعبة، وكيقول ليه أن هادشي غادي يخلي الناس اللي كيتفرجوا يتمتعوا أكثر، اللي غادي يعرفوا أن شي واحد ربح ما نقدر نرجع يلعب مرة أخرى. وكان جون كيسمع في هادشي كامل، والقائد كيقول لسيون نتا ماشي باطل وبلا ما تفكر تغير العالم هادي ما غاديش تقدر، ولكن سيون كيكون مصر أنه غادي يربح مرة أخرى. القائد كيوافق وبدا كينتصر بالغاز منه في الطوموبيل، وبدا سيون كيفقد في الوعي. في ذاك الوقت كنشوف القائد حتى هو في الطوموبيل وكيرحب بيه في اللعب. في نفس الوقت جون كيبدا في الخطة الثانية وجمع مالي اللعبة المشاركين اللي غادي يشاركوا فيها. كنشوفو انه شاركت في اللعبة انه حارس ماشي لاعب، وكيتحرك جون برجال البحر باش يمشي يقلبوا على الجزيرة، وكيفيق سيون في نفس البلاصة اللي كان فيه في الموسم الأول. كنشوف نفس الرقم اللي كان عنده في الموسم الأول باقي عام اللي هو 456. وكيدخلوا الحراس وكيبداو يشرحوا لهم في اللعبة. كتكون اللعبة عبارة على استديو الألعاب في استديو الأيام، والفائز منه غادي ياخد الجائزة الكبرى. طبعا كان كلشي معرف شنو هي الألعاب ولا شنو هو المسار ديالهم من غاسيون، وكاين منهم اللي بدا يستهزأ وكاين منهم اللي باغي يبدل حوايجو. بداو الحراس كيعرضوا لهم الفيديوهات ديالهم، بداو كيفكرهم كاملين انهم مجرد حثالة ومديونين. ملي عرفوا المبلغ ديال الجائزة كلشي تحمس للعب. قال لهم الحراس انهم من بعد كل لعبة عندهم الحق يديروا تصويت واش يوقفوا اللعبة ولا يكملوا، وإلا صوت الأغلبية بالوقت ديال اللعبة المبلغ اللي غادي تجمع في الحصالة هو اللي غادي يتفرق على كاع دوك اللي باقيين حيين. وهادشي ما كانش في الموسم الأول.
من دوك الناس اللي كانوا موجودين واحد كيلقى متسيب مشى وكيمشي عنده وكتبدا تعاير فيه. ومن بعد بدا التوقيع على الشروط ديال اللعبة، خداو ليه مصور تاني وتما سيون كيشوف واحد صاحبو سميتو جون، وكان سيون خايف عليه بزاف وكيطلب منو باش يبقى حداه الوقت كامل. وكان جون والرجالة اللي كانوا معاه وصلوا للجزيرة، وكيصايبو حتى رجال من الرجالة اللي معاه، كيبقى في القارب هو وشي وحدين وكيطير واحد الدرون يدور في الجزيرة. وعند سيون كتكون بدات اللعبة الأولى ديال إشارة خضراء وإشارة حمراء. القانون ديالها كيكون ساهل، ملي تكون إشارة خضراء عندهم الحق أنهم يتحركوا، ولكن ملي تكون إشارة حمراء ممنوع أن شي واحد يتحرك فيه، وأي حركة كتعني الموت ديالو. في نفس الوقت الرجالة كيبقاو تابعين للجي بي اس حتى كيشوفو واحد خونا كيصيد، وكيتصدمو ملي كيلقاو الجي بي اس عند خونا. وسيون حتى هو كيحيد درسا وكيتصدم أنه خاوي مفيش جي بي اس، وهنا كيعرف راسو راه تورط. وكيزيد سيون قدام وكيبدا يعيط ويقول للناس اللي تما أن هذه ماشي مجرد لعبة، وأن أي خطأ ممكن يديرو ممكن يقتلو. ولكن حتى واحد من صاحبو كلشي كان كيضحك عليه. المهم سيون كيبقى يهضر معاهم وقال لهم أي واحد كيتحرك ملي كتكون إشارة حمراء غادي يموت. وكنبدا أول جولة كيكون القائد كيتفرج، فعلا كيبان كلشي كيوقف وحتى واحد مكاين. المرة الثانية بدا كتوقف عليه واحد البلا وكتبدا تحرك، هما كيعرفو القرطاسة ملي جاتها وكطيح تما. وكتنا الأخرى حتى هي كتصدم ملي شافتها وكتبدا تغوت وكتحرك حتى هي كيقتلوها. في هاد الوقت الترون كاين شي وحدين كيبداو يجرو والقرطاس كيبدا يشير من كل اتجاه. سيون كيكون كيعيط وكيطلب منهم باش ميتحركوش. هاد الحركة كيكون مهم بزاف لينا. كنشوفو أن نوح حتى هي وحدة من القناصين اللي كيقتلو الأشخاص اللي كيخسرو. وملي رجعت اللعبة كتكمل كان كلشي خايف أنه يتحرك من غير سيون اللي قال لهم أنه غادي يموتو إلا بقاو واقفين تاني، أنهم خاصهم يفوتو الخط قبل ما دوز 5 دقايق. ونوح حتى هي كانت كتاخد الأوامر باش تقتل اللاعبين اللي خسرو، وكتشوف من داك اللاعبين شي واحد وكتعرفو. وكان سيون طلب منهم باش يترتبو يجيو ورا بعضياتهم وكل واحد يتقدم من ورا واحد غلط منه. وهادشي اللعبة وكيتحركو ما غاديش تشوف كينفذو الأمر ديالو، وكيكون واضح أن القائد مستمتع باللعبة. وكان معاه واحد خونا المغني ديال الراب مشهور، والحركة مبرشة منه كيدفع الناس لقدامو وكيموت، ولكن ما كانش بكامل القوة العقلية اللي كيكون مقرقر. وهادشي كيبان ليه غير متعة، وكتستمر اللعبة وكيموت في كل وكيوصل سيون بصاحبو لأم وولده خاطر النهاية. وكان واحد خونا خسر وضربو واحد من القناصين في رجلو، ولكن كيكون باقي عايش وكيطلب المساعدة من سيون. وعندي سيون قلبو كبير كيدخل باش يعاون، وكتجي واحد البنت حتى هي وكتعاونو كلهم طيحو بجوج. كيكونو بقاو غير هما اللي ورا الخط، كيكون باقي عندهم 4 ثواني باش يقضوا. وفي آخر ثانية كيقدرو يوصلو للخط، ولكن ملي كتطلق قرطاسة على الراجل كتقتلو وكيرجعو للعنبر مرة أخرى. وملي كيدخلو عليهم الحراس كلشي كيبدا يخاف منه، وقالو ليهم أنه واحد 90 شخص من 456 ماتو. وكتمشي الأم وكتبدا ترجع الحارس باش يخلي ولده يخرج، كتقول ليهم هي اللي غادي تكمل وغادي تدفع ليهم الديون. كيدخلو شي وحدين آخرين وكيبداو يترجاو الحارس باش يخليهم يخرجوا. كيفكرهم سيون بالبند الثالث، هو أنه إلا صوت الأغلبية باش توقف اللعبة غادي تبقى. والحراس كيوافقوا باش يديروا لهم التصويت، ولكن قبل كيوروهم قيمة الجائزة وكيقول لهم أنه ممكن تزيد الألعاب الجاية تكون وصلت قيمة الجائزة 9 مليار وها. وهادشي خلى العيون ديال كلشي تلمع في عيونهم. وإلا وقفوا اللعبة في هاد الوقت المبلغ غادي يتوزع عليهم بالتساوي، كل واحد منهم غادي ياخد 25 مليون تقريبا. وكيكون باين أن معظم اللاعبين مكيعجبهمش الوضع. كيبدا التصويت كيكمل وكتبدا تهضر واحد الشوافة كتقول لهم أن حتى واحد ما غادي يغير الموعد ديال الموت ديالو ولا أنهم يقدروا يهربوا منه. كيصوت سيون باش يوقف اللعبة، وكيعطوه بطاقة لون أحمر وكيحطها في الجاكيت، وكلشي كيصوت. نوح حتى هو كيصوت لإنهاء اللعبة. ملي سيون شاف أن الأغلب كيصوت باش تكمل اللعبة كيبدا يهضر معاهم وكيحذر مرة أخرى، وكيقول لهم أن كلشي غادي يموت إلا كملت اللعبة، وطلب منهم باش يوقفوا اللعبة دابا. ولكن الأغلب ديال اللعابة شكوا في كين وقالوا أنه ممكن يكون واحد من أصحاب اللعبة. هنا دخل يدافع عليه، فكرهم وقال لهم أنه ولكن غادي يموتوا كامل وتقسموا 2 أقسام، كاين منهم باغي يخرج وكاين اللي باغي يكمل. كينفجر عليهم سيون وكيقول لهم أنا كنت لاعب في اللعبة من قبل، كيقول لهم أن كاع اللاعبين اللي كانوا معايا ماتوا وما كيتيقوش فيه. المغني الراب قال لهم أنه إلا كان لعب من قبل ركب فراه ممكن يعاونهم باش يلعبوا هاد اللعبة ويربحوا حتى هما. وهاد الهضرة ديال خونا كتكون قلباتهم بالعكس، باش يشجعهم باش يكملوا حيت هو لاعب عارف اللعبة وغادي يعاونهم باش يربحوا.
وكيرجعو للتصويت تاني وكتكون النتيجة متعادلة، كيكون باقي لاعب واحد صافي. كاين اللي يتحرك وسط اللاعبين اللي كاين اللي كيشجعو باش يكمل، وكاين اللي كيطلب منو باش يصوت لا باش توقف اللعبة، وكيوريك على أن اللعبة تكمل. والصدمة كيكون هو أن هذا اللاعب هو نفسه القائد، وكان داخل اللعبة كنوع من التحدي لسنونغ، وسيونغ مكانش عارف الهوية ديالو. ومن بعد القائد كيمشي عند سيونغ وكيطلب منو باش يعاونهم حيت هما معارفين والو زعما، وقال لي أنا وريت الاستمرار في اللعبة حيت هو معاهم وغادي يعاونهم. وفعلا كيقول لهم على اللعبة الجاية اللي كان في قرص ديال السكر اللي كان عليها المظلة والمثلث والدائرة، وقال لي كاينين فيها 4 الأشكال وكل شخص غادي يلقى فورة شكل، وكيسولوهم على أسهل شكل، وكيقول لهم مثلث، وكيقول لهم أن أصعب حاجة هي المظلة، وكيقول لهم كيما هو قائد أن الأغبياء هما اللي غادي يختاروا المظلة. كيكون عارف أن سيون اختار المظلة في المرة اللي فاتت، لكن سيون مكانش عارف شنو هي اللعبة. كان بعض من دوك الأشخاص باغيين يدخلوا الشهرة في اللعبة، وكان سيون الفرصية اللي جربها غادي تزيد، ولكن سيون كيقول لهم أنه غادي يقول لكلشي. وكان في الأول في هاد الوقت كيعطي شوية من الأكل ديالو للبنت كامل، وكيبان أنها قريبة غادي تولد. وفي ديك الوقت المغني جراب مشى لشي واحد كان كيدير الفيديوهات في اليوتيوب، وكان ضحك عليه فيه شي فلوس، وبدا كيتضارب معاه، كيشوفهم قائد اللي هو كاين كيتدخل. المغني جراب كيقول ليه بلاصة ما تبدا تقرا لينا سير قرا على ولادك. الملخص غادي يكون طويل، غادي نضطر باش نقسمو على جوج. الجزء الثاني غادي نحطو لكم غدا مع الساعة. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك كومنت وبارطاجي مع صحابك. إن شاء الله